عند بعض الناس، وهنتكلم كمان عن تبييض الأسنان. ناس كتير يا جماعة بتخلط بين تبييض الأسنان وتنظيف الأسنان. احنا عندنا حاجة اسمها تنظيف الأسنان أو إزالة الجير. إزالة الجير دي بتكون عن طريق طبيب الأسنان. احنا منقدرش نشيل الجير في البيت بالفرشة والمعجون، ده لازم نزور الطبيب عن طريق جهاز اسمه التراسونيك. الالتراسونيك ده بيفتت الجير اللي على الأسنان اللي هو بيسبب التهابات اللثة. دي خطوة مهمة جدا وخطوة صحية لازم كلنا نعملها ونتابعها. الحاجة التانية اللي هي تلميع الأسنان، وده ممكن بعد التنظيف، بعد مرحلة التنظيف نقدر عند برضو طبيب الأسنان نستخدم مادة كده يعني اسمها بوليشنج ماتيريال، بيتم تلميع الأسنان بيها عن طريق تفتيت الصبغات اللي على سطح الأسنان الخارجية، وبنحاول نفتح درجة الأسنان درجة مما كانت عليه من التصبغات. تالت حاجة عندنا واللي بتهم معظمنا ومعظم الشباب بالذات وكل الفئات العمرية اللي هي تبييض الأسنان. تبييض الأسنان هو إيه؟ هو عبارة عن إن أنا بفتح لون السنة درجة مما كانت عليه بسبب التصبغات. عندنا أسباب كتيرة أصلا يعني بتؤدي إلى اصفرار الأسنان. عندنا مع التقدم في السن دي أول حاجة ده اسمه يعني التدرج الطبيعي، إن طبقة المينا هي طبقة شفافة. الطبقة اللي بتلي طبقة المينا في السن هي طبقة العاج، وطبقة العاج دي بيكون لونها مائل للإصفرار أكتر من طبقة المينا. طبقة المينا هي طبقة شفافة، لكن مع الوقت والتقدم في السن واستخدام الأسنان بتكون الطبقة دي يتم تآكلها شوية، فتبدأ الطبقة اللي تحتها تبان أكتر، وده بالتالي يؤدي إلى لون أغمق في الأسنان. تاني حاجة ممكن تسبب اصفرار الأسنان هي شرب القهوة والشاي والمنتجات اللي ذات صبغات بني أو التوت أو بعض الأكلات اللي فيها صبغات عالية، ده بيؤدي إلى تصبغ الأسنان. ده نقدر نعالجه ازاي؟ ده نقدر نعالجه بطريقتين، يا اما نستخدم مواد بتقوم بازاله التصبغات دي وبتفتت التصبغات دي زي هيدروجين بيروكسيد. الماده دي موجوده في كذا منتج ممكن نستخدمه في البيت، او ممكن نستخدمه في عياده الاسنان عن طريق طبيب الاسنان اللي بدوره بيقوم بتلميع الاسنان دي عن طريق يعني بعض المواد اللي بيحطها في العياده. وعندنا نوع تاني من اصفرار الأسنان، إن لما السنة بيتم علاجها أو علاج العصب أو موت العصب بتاعها بتقوم السنة تتحول للون أكثر غمقانا من باقي الأسنان، وده برضو ممكن نعمله في العيادة. وبعد علاج السنة علاج العصب للسنة نبدأ على جلسات متتالية 3 أو 4 جلسات نفتح درجة السنة بمواد مبيضة داخلية، وده بيتم عند طبيب الأسنان. ممكن تاني كمان يعني معلومة مهمة، هو ان احنا ما ينفعش نقول انا عايز اسنان لونها ابيض. كل بني ادم له اسنان لايقة على شكله متماشية مع لون بشرته، فبالتالي ما ينفعش اقارن واقول انا عايز اسنان بيضة زي زميلي او زي اخويا او زي حد من المشاهير. كل شخص وكل لون بشرة بيتماشى معاه لون اسنان، والاسنان اصلا درجات، هي اسناننا مش بيضة ولا هي ناصعة البياض. كل بشرة ليها لون اسنان متماشي معاها، لكن احنا مع الوقت لو حسينا انه اسناننا بدأت تصفر عما كانت عليه في البداية، في الوقت ده نقدر نتدخل ونعمل تبييض للاسنان، نعمله سواء في العيادة، وده بيكون عن طريق بعض المواد اللي بيستخدمها الطبيب وبعض الابلاينس او التركيبات اللي يحطها وبيحط فيها الماتيريال دي، او ان احنا نستخدمها في البيت. لكن احنا هنتكلم في الحلقات اللي جايه عن تبييض الاسنان في البيت. تابعونا وكملوا معانا الفيديو للاخر عشان هقول لكم نصايح مهمه لو عايزين تستخدموا التبييض في البيت. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتعملوا شير علشان اقدر اكمل واعمل لكم فيديوهات تانية كتيره. وهستنى تعليقاتكم لو عندكم مشكله في اصفرار الاسنان، لو عندكم مشكله خاصه ان حد بيض اسنانه، هل تبييض الاسنان بيكمل معانا مدى الحياه ولا محتاجه اعمل كل فتره تبييض اسنان؟ الاسئله دي كلها هنجاوب عليها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. بس تاني باكد ان كل شخص له لون اسنان مميز بيه متماشي مع بشرته ولون بشرته ودرجه بشرته، فما ينفعش نطلب لون اسنان ناصع البياض وهي دي مش طبيعتنا. احنا ممكن نفتح درجة او لون اسناننا لو هو اغماء نتيجة التصبغات.
في بعض الناس اللي بتعاني من بعض المشاكل او يعني المشاكل الصحيه، وبتضطر تاخد بعض الادويه اللي بتؤدي الى تصبغ الاسنان. في ناس بتستخدم الفلوريد، او الامهات الحوامل وهم حوامل يعني بيتعاطوا بعض الادويه او بياخدوا بعض الادويه. الادويه دي بدورها بتاثر على الجنين وتكوين اسنان الجنين، وتعمل فيها بعض الالوان اللي مش طبيعيه. التبييض حاجه كويسه جدا وحاجه صحيه، ولكن نستخدمها استخدام رشيد، او نستخدمها لما نحس ان اسناننا اتغمقت عن قبل كده.